السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في اليوم العاشر والمسألة التالتة في التطبيق على الفانكشنز. مسألة النهاردة برضو من المسائل البسيطة. بيقول لك اللي انت هنديك فانكشن، الفانكشن دي هنبعت لها argument هنا as a function، عبارة عن فانكشن. تمام. كل اللي تعمله محتاجك انك تعمل كول للفانكشن دي مرة واحدة. يعني ايه؟ يعني انا عندي الفانكشن اهي، رحت جاي اعمل لها كل مره واحده، عملت لها كل مره واحده وارجع الريتيرن بتاعها. ايا كان الفانكشن دي بتعمل ايه ارجع الريتيرن بتاعها. طب بعد ما رجعت الريتيرن بتاعها لو جه يحصل كول تاني للفانكشن دي، روح جاي مرجع في الحاله دي undefined. بس ده كل السؤال، ده باختصار الشرح بتاع السؤال. فبيقول لك هنا مثلا وليكن في الكيس الاولى احنا عندنا فانكشن تاخد بارامترز او arguments a و b و c، وترجع بترتيرن ال a زائد ال b زائد ال c. عمل لها كل امتى؟ عمل لها كل مرتين. تمام. فهنمسك ادي اول كول. في اول كول هروح جاي اعمل ايه؟ الفانكشن دي تجمع العناصر اللي داخله لها، فاروح جاي اعمل جامع 1 زائد 2 زائد 3 6. طب جه في الكول اللي بعدها، في الكول اللي بعدها اروح جاي مرجع undefined من غير ما اعمل لها كول. تمام. يبقى انا كده اجي بقى ايه افكر. انا دلوقتي عندي فانكشن، الفانكشن دي محتاج اول مره اعمل لها كول وارجع الريتيرن بتاعها. تمام. طب بعد كده لو جه يحصل لها كول اروح جاي مرجع undefined. طيب يبقى انا كده محتاج ايه يا بلال؟ محتاج امسك يكون مثلا عندي فلاج ده ايه؟ اقول له والله انت هتبقى بفولس اول مره، اللي هو الفانكشن دي ما حصلهاش كول. بعد كده هنا اول ما يحصل الفانكشن دي كول اروح جاي مخلي الفلاج ده اخليه بايه؟ اروح جاي ماسك الفلاج ده كده اخليه بترو. كده يبقى الفانكشن حصل لها كول. فاجم في اللوب اللي بعديها او في الكول اللي هيحصل بعديها، هو الفلاج بترو؟ لو بترو خلاص ما تخشش الفانكشن، رجع undefined على طول. طب لو بفولس لا خلاص اعمل كل الفانكشن. يبقى انا كده يعني نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا عايز أعمل variable، ماشي، أقول له مثلا is called، تمام، وأخليه false. أقول له أنت أول مرة، إحنا لسه ما عملناش كل الفانكشن دي ولا مرة. تمام. بعد كده هاجي هنا في الإيه، في الريتيرن بتاع الفانكشن، هقول له إيه if not is called. ممكن أخليها not is called كده، وممكن أجي أروح جاي عامل if is called equal false. هل الاس كول دي فولس؟ هي الفانكشن دي ما حصلهاش كول قبل كده؟ لو قال لي اه ما حصلهاش كول، اقول له خلاص خلي لي بقى الاس كولد بترو عشان ابقى كده اتاكد، ابقى كده عرفت الفانكشن دي حصل لها كول. واروح جاي بقى اعمل لها كول كده الفانكشن واديها الارجيومنتس بتاعتي. وطبعا نعمل ايه؟ عايزك تعمل ريتيرن للريزلت بتاعها. طيب لو انا ما دخلتش الكونديشن ده، لو لقيت بقى الاس كولد دي بترو، خلاص يبقى الفانكشن دي حصل لها كول قبل كده، رجع لي ريتيرن undefined. جند. تمام. تمام. يبقى ده كده السؤال. فنيجي مثلا نتريس، وليكن انا عندي فانكشن دي ماشي، بتاخد مني مثلا ال A وال B، وبتعمل ايه؟ تاخد مني ال A وال B وبتريتيرن ال A بلس ال B، بتجمع الرقمين. تمام. ورحت جاي باعت للفانكشن دي، رحت جاي باعت لها هنا كده، بعت لها الاري وليكن 1 و2، وبعت لها 3 و8. تمام. بعت لها التو اري دول كده، هيحصل لها كل ايه؟ هيحصل لها كل كام مره الفانكشن دي كده؟ هيحصل لها كل مرتين. فهاجي اول مره انا عرفت فاريبل از كولد دخلته بفولس، دخلت هنا الاس كولد بفولس، هيقول لي اه بفولس. ادام فولس هعمل ايه؟ هخليه بترو. كده الاس كولد دلوقتي اهو، الاس كولد دلوقتي كده بقى بايه؟ بقى بترو. خلاص بقى بترو. تمام. اروح جاي داخل على الفانكشن بعت لها الارجيومنتس بتاعتي. فلما بعت لها الارجيومنتس، احنا هنا عندنا دي ارجيومنتس بالار كده، تمام، ماشي. كده عملت، رحت جاي اعمل كل الفانكشن دي اهي. هات كده الفانكشن دي، اعمل لها كده هنا، ثانيه واحده، اعمل لها كده هنا كول للفانكشن دي. تمام. حصل لها كول، راح جايه واخده اول اري ده وعملت كول، بعتته للفانكشن هنا 1 زائد 2، رجع لي كام؟ 3. كده انا رجعت اول مره 3، ماشي.
خلاص ادام دخلنا الريتيرن دي خلاص كده الفانكشن دي كده خلصت. نيجي في المره اللي بعدها، راح جاي داخل عامل كل الفانكشن. ماشي، اول حاجه is called بفولس، قال لك لا ده الاس كولد خلاص بقت بترو، هيخش كده الكونديشن ده، لا كده خلاص مش هيخش الكونديشن ده. هيروح جاي عامل ايه؟ هيروح جاي مرجع ريتيرن انديفايند، جاي هنا مرجع المره دي ريتيرن انديفايند. تمام، ان شاء الله السؤال يكون مفهوم. السؤال بسيط جدا. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، ران. تمام، صمت، بسم الله. تمام، اكسبتد. كده نكون ان شاء الله قدرنا ننتهي من اليوم العاشر. اتمنى تكون فدتكم. كالعادة لو ما فهمتش السؤال ده طبيعي، ممكن تحاول تفهم السؤال انت مع نفسك، تقرأه بالراحة، ممكن تبعته لشات جي بي تي وتحاول تفهم بس السؤال وتحاول تفكر في الحل بتاعه. ممكن تفكر في حل تاني افضل من الحل اللي انا حله. ولو عندك اي استفسار تقدر تكلمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.